السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ابتسام، والنهاردة ان شاء الله فيديو خفيف كده وبسيط، وهنشوف كده معانا ايه النهاردة. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة احنا هنعمل حاجة بقت غالية جدا، وعلى قد ما نقدر نحاول ان احنا نوفر في احتياجات البيت. والله بجد انا هعمل النهارده فيجيتار، بس بجد انا بقالي كتير قوي ما بشتريهوش، لانه بيغلى كل مدى ما بيغلى، وانا ما اعرفش دلوقتي الكيس سعره وصل كام. فطالما احنا نقدر نعمله في البيت ليه ما نعملهوش باقل حاجه وباقل التكلفه؟ يعني انا عندي دلوقتي لقيت نفسي عندي كيسه عيش كده صغيره، عيش فينو باقي كده من الاولاد. طيب هنرميه؟ لا طبعا ما يترميش عشان حرام. فطبعا احنا دلوقتي في الوقت الحالي ما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجه. فانا جبت العيش كده، وزي ما انت شفتيني كده قطعته. عايزه تعمليه بحاله تمام، عايزه تقطعيه كده يبقى افضل طبعا عشان تعرفي تحطيه في الكب. وانا دلوقتي دخلته في الفرن في درجه حراره متوسطه وعلى الشبكه، وحطيته ومفيش 10 دقايق بالظبط احمر معايا كده ونشف، وطلعته واخدته كده في الكبه ضربته. بس طبعا هو لسه خشن معايا، فانا مش عاوزاه كده، انا عايزاه يبقى ناعم خالص زي ما انت بتشتريه من بره، بحيث ان انت لو انت شغاله بيه في اي حاجه بانيه بقى او غيره يكون ساهل معاكي ويكون ناعم كده وكانك جايباه من بره بالظبط. فانا اخدته بعد ما ضربته في الكبه، حطيته في قلب المطحن بتاعي، المطحنه اللي احنا بنطحن بيها السكر او الرز، وبدات كده ان انا انعمه لحد ما نعم معايا كده زي ما انتوا شايفينه بقى حلو. فطبعا انا كان عندي كمية تاني في التلاجة شوية كده كنت ضربهم بس، ولكن مش مبهرهم، ما حطيتش عليهم بهارات. فانا دلوقتي هبهرهم كلهم معاكم. فدول حوالي 2.5 معلقة من بصل بودر، 2.5 معلقة توم بودر، 2.5 معلقة كبار كل دوت، 2.5 معلقة نشا، 2.5 معلقة دقيق. تمام. ودلوقتي هحط الملح والفلفل الاسمر وتقدري بقى انتي تحطي اي حاجه انتي عاوزاها. عايزه تحطي كركم تمام حطي كركم، عايزه تحطي كاري بابريكا برضو براحتك، ولكن انا حابه ان هو يفضل كده بلونه الطبيعي خالص. ولما بعوز اعمل شويه يعني يكونوا مشطشطين كده شويه، باخد حبه على جنب وبحط عليهم الشطه، علشان خاطر مش كل طبعا زي بعضه بيحب الحاجة حامية يعني. فدول اللي كانوا عندي في التلاجة فجبتهم حطيتهم عليهم، وكله اهو هيتقلب مع بعضه. ودلوقتي هتشوفيه عامل ازاي. خلاص كده بقى فيجيتار. طبعا الكيس منه بقد كده بره، ولكن احنا عملناه بأقل التكلفة في البيت، وهيقعد معاكي ويرمي معاكي وبتعملي منه كل حاجة. ولو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش بقى تقولي لي اي كلمة حلوة، تكتبي لي كومنت كويس، وتقولي لي سعر الفيجيتار عندكم بكام. واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.